حضرتك بتقول أنا المحبة الإلهية انسكبت في قلبي بالروح القدس، والمحبة دي نوعها أنا بتحب الخاطئ. عايز أقول لك ده مش أنا اللي بقول، ده الإنجيل. المسيح أشفق على صليبيه وقال له اغفر لهم يا أبتاه. أنت جواك إنك يوما ما تقول له تطلب الغفران لأجل عدوك. طب إزاي أوصل لها دي؟ لا ولا حاجة، ابتدي امشي ورا الوصية. لما تلاحظ في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول بيقول إيه بقى؟ بيقول قدموا في التقوى. التقوى اللي هي الأعمال الإلهية يعني الكبيرة، إنك تبقى راجل تقي. قدموا في التقوى مودة. إيه؟ ما تعزلش نفسك عن الناس بتقواك، لا. المودة هي إيه؟ جارك ده بنته بتتجوز، روح جنبه. صاحبك ده لا لو هو عدوك يعني ابنه نجح، بارك له. لا ده هو عيان، روح زوره. المسيح قال فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين. بيقول ودينا بعضكم بعضا في المودة. مش ده مش رياء، لا مش رياء. انت بتقدم مودة، ود. وبعدين الود ده هتلاقيه إناء كده حلو، وانت بتقدم المودة يروح ربنا صابب جواه المحبة. اللي قدامك يبتدي يحبك. ده وقف معايا في شدتي، ده فرح معايا في فرحي، ده بكى معايا في موت كذا، ده عمل كذا. انت بتقدم مودة فعل إرادي، لكن تفاجأ ان ربنا قدمه في المودة محبة أخوية. هذه إذا صارت فيكم وكسرت تصيركم. دي عطية من ربنا يديها لك لأنك بتود الناس. والقصص كتير بس الوقت لا يسع. يعني أحكي لكم قصة. يوما ما لما اتحصرت مدينة إسنا بالجنود الرومان اللي جايين يضطهدوا المسيحيين، طلع الشعب يقدم لهم صواني عليها الأكل وهو عارف إن دول أعدائه، بس قال يتعشوا إيه؟ اما سأل أنبا بخوميوس، ما كانش اسمه بخوميوس، كان قائد الرومان. الناس دي بتعمل، قال لهم هم المسيحيين كده، إن جاع عدوك اطعمه وإن عطش اسقيه. وشاف براءة الناس ودعت الناس، رمى كل حاجة وراح ترهب وصار هو القديس الأنبا بخوميوس أب الشركة. أنت متخيل إيه؟ المحبة دي حول الأعداء إلى أصدقاء. قدم مودة لو مش قادر تحب، سيب ربنا يتحرك بالمحبة جوه الناس وجواك، وهتتفاجئ إنك بتحب الناس دول قوي. ربنا يباركك ويبارك كل أعمالك طالما هتعملها من قلب وطاعة للوصية. آمين.